يستمر إذن الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان في استعداد الانطلاقة، وجائزة خنجر فضية قدمت لصاحب المركز الأول بهذا الظهور. وأول مشاركات بالنسبة للصعوب إذن أسامي مميزة: رعد وضرغام وقماري ومردف وشاهين والمشهر. أسامي مميزة على بركة الله. الشوط ونتابع هذا التحديات وهذه الإثارة وهذا التميز وهذا الأداء المميز. نذهب مع المركز الأول، وهذا مردف خالد بن سالم الهديوي هو من انطلق بهذا الانطلاقة المميزة، بينما المركز الثاني رعد محمد بن سعيد اليحافي في ثاني المراكز. المركز الثالث أرى القدوم من مشهر محمد بن علي بن سالم الهديوي، والمركز الرابع أرى ضرغام مايد بن محمد الهديوي. المركز الخامس أرى التدخلات من شاهين حمدان بن بدر الهديوي. هذه الخمس المراكز الأولى، ولكن أعود الله مردف وسلالة مردف وانطلاقة مردف بهذا الأداء الجميل. خالد بن سالم الهديوي هو من سيطر بهذا السيطرة بهذا الأداء، لكن المشهر محمد بن علي الهديوي في ثاني المراكز. المركز الثالث ضرغام مايد بن محمد الهديوي اللي من الخنجر الرمز الفوز الانتصار. حرك اللي بيحرك، روح اللي بيروح. الله ولكن مردف والمشهر مردف خالد بن سالم الهديوي والمشهر محمد بن علي بن سالم الهديوي غير انطلق راح بالناموس بالانتصار. الله شوفوا النهاية، شوفوا العروض، شوفوا التحديات، شوفوا النهاية. ما شاء الله المشهر اسم على مسمى. أسعد الله صباحك يا مالك المشهر محمد بن علي بن سالم الهديوي، أسعد الله صباحك بالفوز والانتصار على هذه النهاية الرائعة والممتازة. المركز الثاني مع خالد بن سالم الهديوي، والمركز الثالث مع مايد بن محمد الهديوي. تهانينا والناموس المالك المشهر محمد بن علي بن سالم، والتوقيت ما شاء الله ممتاز، دقيقة 37 وأيضا 34 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المالك المشهر محمد بن علي بن سالم الهديوي، والخنجر تبقى في